السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هيبقى يومنا مختلف. احنا في الارض عندنا يوم بقى من ايام الربيع. كده شجرة العنب بتاعتنا انا بطلع دلوقتي عشان اجمعها. ما شاء الله فيها ورق، ما شاء الله فيها طرح كمان عنب اهو، ما شاء الله. انا كده بجمعها. مش عارفة بقى الصور واضحة ولا ايه، بس دي شجرة ودي شجرة بشملة اهي، ما شاء الله طرحة كويس جدا، بسم الله ما شاء الله. اجواء الطبيعة بقى ما شاء الله عليها. يوم بيبقى رائع لما نكون في الجنينة، بيبقى يوم جميل وهادي. دي البسملة اهي، الولاد عندنا بيحبوها، بتبقى طعمها مزز شوية في الأكل. بيبقى طعمها جميل، اللي بيحب الحاجة اللي فيها مزازة بتبقى طعمها حلو جدا. دي شجرة ورد اهي، دي كمان شجرة. وللأسف احنا كنا زارعين شوية من الكرنب بس هو باظ. هو تقريبا في شهر رمضان احنا مجيناش كتير فما رويناهوش كتير، فممكن يكون باظ بقى بسبب العطش أو عدم الزراعة الصحيحة. ودي شجرة الفاصوليا الحمراء، هي لسه لب جديد بقى، وطرح هيبقى طرح جديد اهي. هي ماشية على المخدم بتاع الغاب بالشكل ده كده. ده ان هو اللي موجود، لان كنا جايبينها قريب فما فيش غيره. اهي دي الفاصوليا الحمراء في ورقتها، دي الفاصوليا الحمراء اهي في ورقتها. بنسيبها شويه تنشف وبعدين بندمسها عادي زي الفول. نشيلها عادي وندمسها زي الفول بعد ما تنشف، ونعينها في التلاجة عادي، وبعد كده ندمسها زي الفول عادي خالص، مفيش فرق بينه وبين الفول، بس بيبقى طعمها جميل جدا. المنورة بتاع الفاصوليا هو لسه طالع، لسه اخضر كله، مش باين قوي. هي دي بتبقى الفاصوليا بالشكل ده، احنا بنجيبها وبننشفها وبنسيبها كام يوم كده في الشمس لحد ما تنشف، وبعدين بنعبيها في كيس تلاجة زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط، وبندمسها زي الفول، ونحط عليها كمون وعصرة ليمون وشوية من الافوكادو. شجرة عالية جدا لحد فوق، عالية قوي قوي، خارجة من بين التجعيبة بتاع العنب لحد فوق خالص، ما شاء الله كده. عالية جدا. هي للأسف طرحهم خفيف السنة دي، مش عارفة ليه. هي وشجرة المانجا برضو طرحها خفيف جدا السنة دي. برا بقى في بقية الأرض بعد ما ختم ده شجر برتقال من ورا، بس دي حتة احنا عاملينها زي استراحة كده بنقعد فيها. أنا كنت في سنة من السنين، من قيمة يجي 6 سنين كده، كنت بجمع العنب من هنا كده، من على التكعيبة دي، من قدام الأوضة دي، من هنا كده. والسلم قفل من تحت رجلي، السلم اللي هو بيتفتح ده قفل من تحت رجلي، اتشعلقت في العرق الخشب ده.
قعدت حوالي 10 دقايق متعلقة فيه لحد ما وقعت، رحت واقعة وقعة جامدة قوي قوي، رحت واقعة على الأرض، جيت على المربع ده. شايفين دول 4 قوالب طوب كانوا بيعملوهم، بيولعوا فيهم زي راكية عشان يعملوا شاي ولما يكونوا بيعزقوا الأرض وكده. فوقعت على قالب الطوب من دول، رجلي اتكسرت الاتنين، رجل حصل فيها تفتت شديد ورجل التانية كسر عادي. قعدت 6 سنين، دخلت 3 عمليات، الحمد لله بدأت أمشي الحمد لله، وأحسن من بعد الكسر بكتير، بدأت أتحسن اللهم لك الحمد. بس قعدت 6 سنين، 6 سنين ما بقدرش أمشي كويس، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. دي زهور بقى مع الربيع وجمال الربيع، والورود كلها مزهرة، والصبار طالع، في أنواع من الصبار ألوان رائعة وجميلة. الحاج الله يرحمه بابا كان هو اللي زارع الحاجات دي كلها، واحنا بنجدد فيها طبعا، الله يرحمه ويحسن إليه. المكان هنا هادي وجميل جدا عن المدينة من جوه، فاصل بين المدينة والمكان ده كوبري، بس المكان هنا هادي جدا جدا وجميل. دي شجرة الجهنمية بتطلع زهر لونه جميل قوي والوانه جميلة جدا. دي الاستراحة من جوه، هي صغيرة، صالة صغيرة ومطبخ صغير وحمام وأوضة نوم. بس معنا أكل وهنحط أكل. حد عايز يدخل حمام، حد عاوز يريح شوية لو احنا قاعدين طول النهار. بالشكل ده يعني. حاجة صغيرة كده فلاحي خالص بالطريقة دي، بسيط قوي وجميل قوي وهادي قوي. الواحد فعلا بيستريح واعصابه بتستريح لما بيكون هناك. المكان بسيط جدا جدا. بره الأوضة مريحة، قاعدة نظيفة. الولاد بتلعب كويس. بصراحة الولاد ما كانوش معانا في اليوم ده، بس الولاد بتحب قوي لما تروح هناك ويلعبوا كورة، يلعبوا يستمتعوا جدا كويس، ويلعبوا طول النهار من غير بقى ما يمسكوا موبايل، من غير ما يمسكوا اي حاجة من الحاجات اللي هي بتلهيهم دي. بيلعبوا وبيطلعوا طاقتهم كلها في اللعب. الزرع اشكال كتير، مريح للعين، منطقة هادية. الجو مع بداية الربيع بيبقى جميل جدا، لان كل الازهار بتبقى مزدهرة والوان قدام عينيكي جميلة جدا. والى اللقاء في فيديو جديد.